تسمع توا الشأن الليبي على ليبيا FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشأن الليبي. من أهم قضايا وأخبار الشأن الليبي الإفراج عن الإعلاميين المختطفين التابعين لفرع قناة ليبيا الوطنية بسبها، والمؤتمر الوطني العام يناقش التوافق وبيان القعقاع والصواعق، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن عن النتائج المرحلية لبعض الدوائر الانتخابية، وتداعيات إيقاف 6 أشخاص أجانب بجوازات مزورة في مطار بنينة. دار الإفتاء ما ينشر حول تصريح للمفتي بشأن ضبط أجانب في مطار بنينة هو من الافتراء الظاهر، وسقوط صاروخ حراري بالقرب من مقر القنصلية التونسية في بنغازي دون تسجيل أضرار بشرية ومادية. ورئيس أركان القوات الجوية يؤكد استلام الصندوقين الأسودين لطائرة نيتينوف التي سقطت فوق الأراضي التونسية. وسنستعرض مستمعينا في هذه الحلقة أبرز هذه الأخبار والقضايا، ونبدأها عن تداعيات إيقاف 6 أشخاص أجانب بجوازات مزورة في مطار بنينة. بالأمس مستمعينا تحدثنا عن خبر مفاده قبضة قوات حماية مطار بنينة عن 6 أجانب من جنسيات عربية لحملهم جوازات سفر ليبية مزورة. ونلاحظ أيضا مستمعينا في التصريح اللي أمس صرح به آمر قوة حماية مطار بنينة اللي هو السيد عز الدين الكواك، حيث قال إن المحتجزين 6 أجانب منهم 5 قطريين وسوداني، ووجدت معهم أجهزة ومعدات إلكترونية. وقال أيضا الكواك إن المجتمع بهم محجوزون في كتيبة تابعة لرئاسة أركان، وسيتم أيضا تسليمهم للجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيق معهم. هذا بالنسبة للتصريح الأول صباح يوم أمس بعد القبض عليهم مباشرة. ولكن هناك تصريح آخر من نفس المصدر، وهو السيد عز الدين الكواك يوم أمس في الليل أعلن فيه عن تسليم الموقوفين العرب أمس السبت إلى رئاسة الأركان. وقال الوكواك أيضا أن التحقيقات بيّنت أن جنسيات المتهمين خليجية من قطر ومن السعودية ومن البحرين، عدا أفريقي واحد بينهم يحمل جنسية تشادية. يعني نلاحظ مستمعين هناك تغيير أو في فرق ما بين التصريحات. في البداية قال أن هم 5 قطريين ومعهم شخص سوداني، والآن قال أن فيه ما بينهم قطر وسعوديين وبحريين وفي أفريقي من جنسية تشادية. نكملوا تصريح الوكواك في التصريح الثاني، قال إن المتهمين سلموا إلى الجهات الاختصاص، مضيفا أنه تم ضبط المتهمين عقب تشكك أو المسؤولين أو مسؤول الأمن في مطار بنينة بتاريخ إصدار جوازاتهم وأسماء القبائل المنتمين إليها وملامحهم أيضا. وبعد هذه التصريحات مستمعين الكرام نسبت أيضا هناك فتوى إلى دار الإفتاء الليبية، والتي لاحظناها أنها دعت باحترام وتقدير الضيف وإغاثة الملهوف إن وجد، وما قامت به السلطات مدينة بنغازي يوم أمس من القبض على أخوة عرب مسلمين وحبسهم والتشهير بهم شيء يندي له الجبين ويخالف شرع الله. والكل استغرب من هذه الفتوى، ولكن سرعان ما نفت دار الإفتاء ذلك، حيث نفت دار الإفتاء الليبية أي أخبار أو تصريحات صحفية تصدر عن المفتي العام الشيخ صادق غرياني أو أعضاء دار الإفتاء أو أعضاء مجلس البحوث بدار تنشر في أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي. وبينت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه لا يعتد بأي تصريحات لم تنشر في الموقع إطلاقا. كما نبهت دار الإفتاء إلى أن ما ينشر حول تصريح للمفتي بخصوص ضبط أجانب في مطار بنينة بنغازي هو من الافتراء الظاهر على دار الإفتاء والمفتي. ومن جهة أخرى أيضا مستمعين الكرام، وبخصوص تزوير الجوازات، فيه خبر فيه تصريح من قسم العلاقات بمصلحة الجوازات والجنسية، أعلنت اليوم أن الجوازات المزورة التي ضبطت أمس السبت مع 6 أشخاص عرب هي جوازات تم سرقتها من فرع جوازات سرت خلال فترة التحرير المدينة، وأن أرقامها التسلسلية موجودة بالمنظومة. وأكد القسم العلاقات أنه تم تعطيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بفرع جوازات سرت بفعل فاعل، مما مكن المضبوطين من دخول ومحاولة الفرار. هذا بالنسبة لتصريح قسم العلاقات بمصلحة الجوازات
والجنسية. هذا خبر عن صحيفة أو عن جريدة بوابة الوسط. طيب مستمعينا، لاحظنا بالأمس أيضا أن هناك العديد من الاتصال في حلقة الأمس تحدثت عن تزوير في الجوازات، وهناك من اتهم موظفين في مصلحة الجوازات بالتزوير وإصدار أيضا جوازات رسمية مزورة وبأسعار متعارف عليها أيضا. وكانت هناك تساؤلات عديدة من المستمعين، من بينها: هل إصدار الجواز الجديد سيحد من ظاهرة تزوير الجوازات؟ وإحنا نعرف أيضا مستمعينا أن تزوير الجوازات الجديدة وتكون أيضا مدرجة أو مدروجة في منظومة جوازات صعبة جدا. فهل هذا يعني أن هناك موظفين متواطئين داخل مصلحة الجوازات؟ ومتى تنتهي هذه الظاهرة؟ وهل مصلحة الجوازات لديها خطة أو وضعت خطة لحل هذه المشكلة جذريا؟ ولمعرفة الإجابة على كل هذه الأسئلة ينضم إلينا الآن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد محمد التميمي. السلام عليكم عميد محمد. عميد محمد، هل إصدار الجواز الجديد الإلكتروني سيحد من ظاهرة تزوير الجوازات؟ عميد محمد تسمع فيها؟ الو. نعم عميد محمد. عميد محمد. نعم اهلا وسهلا بك عميد محمد. عميد محمد، هل اصدار الجواز الجديد الالكتروني سيحد من ظاهرة تزوير الجوازات وكيف ذلك؟ أولا بدي أخي سالم تحية طيبة ليك ولكافة السادة المستمعين إذاعتكم الموقرة. طبعا في البداية لابد أن نؤكد على أن مصلحة الجوازات والجنسية الأجانب تحرص كل الحرص على تقديم الخدمة لكل مواطن كريم بكل سهولة ويسر، حرصا منها على أن المواطن حق علينا أن نقدم له الخدمة بكل يسر وسهولة ودون تعقيد. نعم. فيما يخص الجواز الالكتروني يا اخي سالم، الان تعتبر هذه نقله حضاريه، يعني من اهم الاشياء فيها انها تضمن كثير، فيها عديد تضمن عدم تزوير الجواز. الاليه وخاصه تتم بحضور الشخص. نعم عميد محمد. عميد محمد، الباين فقدنا الاتصال من العميد محمد رئيس قسم أو رئيس مصلحة الجوازات والجنسية. سمعنا بعض المستمعين في البداية تحدث السيد محمد، قال ان احنا بالنسبة للجواز الجديد الإلكتروني هذا فيه ضمانات عديدة جدا. سوف نحاول ان احنا نعود مرة أخرى بالعميد محمد التميمي لنعرف أيضا ما هي الضمانات. هو قال في البداية أن أول حاجة يتطلب الجواز الجديد أو إصداره يتطلب الحضور الشخصي، ولكن نريد أن نعرف أيضا الأجوبة على كل الأسئلة اللي سألناها. ما هي الضمانات لعدم تزوير الجواز الجديد الإلكتروني؟ أيضا بالنسبة حتى للاتصالات الأمس، وناس اتهمت حتى موظفين في مصلحة جوازات والجنسية بالتزوير وإصدار جوازات رسمية مزورة وبأسعار متعارف عليها. نريد أن نعرف أيضا الإجابة من السيد أو العميد محمد التميمي. أيضا بالنسبة للخطة، هل هناك خطة أو آلية تحد من مشكلة التزوير؟ معنا الآن مرة أخرى العميد محمد. نعم عميد محمد، ممكن أن تكمل. معلش الضغط الزاين. عموما اللي طبعا الصوت غير واضح من حضرتك اخي سالم، حتى سؤالي ما سمعته زين، ولكن اللي بنأكد لك على نقطة من خلال حتى الحوار البسيط اللي تم بيني وبينك من بدري، اللي بنأكد لك أولا حرصنا التام على أن تؤدي العمل بكل صدق وأمانة. قد توجد حالات من التزوير زي ما حضرتك أكدت في مقدمتك، لكن حالات يعني ما تمثلش الأصل إن احنا نحرص كل الحرص على أن نؤدي العمل الصحيح. ما تحكي عنه أن وجود جوازات مسروقة صحيح، سرقت مجموعة جوازات، بل بالعكس هناك في أثناء ثورة التكبير وأثناء التحرير في جوازات الآن ضائعة ومبلغة هنا قد تستغل، ولكن طبعا بدون وجود الرقم الآلي المهم اللي يضبط هذه الحالة في حال دخولها عبر منافذنا. نؤكد نقطة مهمة، الأصل في العمل نحرص كل الحرص على أن لا توجد هذه الحالات اللي سمعت عنها، وخاصة في ظل الجواز الجديد. الآن هناك ضمانات يعني أو في حصانة للجواز لا يمكن تزويره بأي حال من الأحوال. ما هي هذه الضمانات يا عميد محمد؟ من أهم هذه الضمانات طبعا هناك عدة نقاط أمنية في الجواز نفسه الجديد، إضافة لنقطة أخرى، لا يتم الجواز إلا بحضورك الشخصي وأخذ البصمة بدون ما تجيب أنت صورة بروحك ولا تعتبرها، لابد من حضورك الشخصي أخي سالم. نعم. طيب عميد محمد،
في حلقة الأمس جاءتنا اتصالات عديدة تحدثت عن تزوير في الجوازات، وهناك من اتهم موظفين في مصلحة الجوازات بالتزوير وإصدار جوازات رسمية مزورة وبأسعار أيضا متعارف عليها. ما تعليق على ذلك؟ طبعا بالنسبه ما يسمع، ما كل ما يسمع هو حقيقي. هناك الان تربه خصبه لانبات الاشاعه بشكل غير عادي، قد توجد بعض الحقيقه ولا بد ان اقولها ممن يعني ابتعدوا عن حب الوطن. وانت تعلم اخي سالم ان الوطنيه لا تمنح ولكنها تنبع من الذات. حب الوطن من الايمان، ومن لا ايمان له لا امان منه. صدقني الاصل لا توجد هذه الحالات، وقد وجد نعتبرها حالات فرديه ولكنها وفق البرنامج الجديد. وفي الجوازات الجديده اتحدى ان يتم هذا التزوير، لان التزوير لابد ان يكون في خطوات، لابد عن طريق البصمه وبالحضور الشخصي وتحت اشراف ناس موثوق فيهم ووطنيين. الجواز المكتوب باليد في الفتره الاولى ولا الجواز الاخضر قد يوجد، ما هو موجود الان لا يتم التزوير، بل بالعكس احنا حرصنا على ان الجواز لا يتم اصداره الا داخل الوطن. ولعلك انت تابعت في الايام اللي فاتت ان احنا في كل العالم الجواز يطبع داخل الوطن، تكون حالات استثنائيه او انسانيه تراعى وفق اضيق نطاق، لكن ما يتم الان لا يتم الا عن طريق اناس وطنيين. قد توجد حالات كما قلت ولكنها ترجع، انت عارف ان الجريمه ولدت منذ بدء الخليقه، كان في حد تغريه الدنيا يمد يده، ما نقدرش نعمم مع الجميع، ولكن الاصل كل اولادنا وطنيين اللي مكلفين بالفروع والاقسام وناس يؤكدون حبهم لهذا الوطن الغالي. نعم. طيب عميد محمد، هل من الممكن بالنسبة للجواز الجديد الآن أنت تحدثت أنه لا يمكن، من الصعب جدا تزوير الجواز الجديد، بالنسبة أيضا تحدثت حتى على الضمانات. طيب هل هناك خطة الآن أخرى أو آلية جديدة في المستقبل للحد من مشكلة التزوير نهائيا وجذريا؟ ما هي الآلية العمل الجديدة الآن؟ هو الآن عندنا منظومة السيطرة موجودة في المصلحة وفي مجمع الأقسام. عندنا خطط تؤكد حرصنا على أن يتم الجواز، بل بالعكس مش الجواز، حتى التأشيرة. ولعلك أنت ما نقدرش نخوض في هذا الموضوع لعله يطول. هناك حتى التأشيرات المزورة. هناك الآن عندنا عدة خطط لإعداد منظومات آمنة لا يتم من خلالها تزوير الجواز أو التأشيرة. خطة مرسومة. عندنا مجموعة مهندسين أكفاء، بعثنا مجموعة لخارج الوطن. الآن عندنا فكرة إعداد برنامج تدريبي خاص بهذه المنظومة، وسيتم القضاء على كل ما هو يسيء لهذا الوطن من خلال تزوير جوازاته والتأشيرات بعون الله. بعون الله تعالى. شكرا لك عميد محمد التميمي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية. سمعنا من بعضنا مستمعينا الكرام حديث وأيضا تصريح بالنسبة للسيد محمد التميمي، ولعل يعني الحمد لله أجبنا على الأسئلة اللي أمس كانت الناس كلها تسأل وتشوف تقول كيف. هو بالنسبة لي السؤال المهم واللي أمس تدور أن في ناس تقول لك والله موظفين في مصلحة الجوازات الجنسية يصدروا أيضا الجوازات ويصدروا جوازات بأسعار مختلفة، ولكن السيد محمد قال بالنسبة للجواز الجديد من الصعب جدا تزويره. هذا بالنسبة للجواز الأزرق، وقال أن هناك ضمانات عديدة، منها أن هو الشخص لما بيصدر أو بيطلع جواز جديد أن هو لازم ما يمشي ل مصلحة الجوازات نفسها، يعني في حضور شخصي. ثاني حاجة هناك بصمة، وهناك أيضا ضمانات أخرى. فهنا من الصعب جدا أن حيتم تزوير الجواز الجديد. بالنسبة لي الجوازات الأولى هي الخضراء، هذه تكتب باليد. قال هنا هي عادي ممكن تتزور وممكن حتى يصدر جواز لشخص آخر، ولكن قال أن الوطنية لا تمنح. وهذا يعني بالنسبة للوطنية أشخاص هذه في نفس كل واحد يعني صراحة أن هو ممكن أن هو يدير شيء أو يزور، ولكن في نفس الوقت يعني بالنسبة للتزوير وغيرها فهذه للناس كل شخص ووطنيته. لكن السؤال المهم اللي سألناه للسيد محمد عن إصدار الجواز الجديد، وأيضا هل سيحد من ظاهر تزوير الجوازات، فقال نعم أن الجواز الجديد أنه هو يحد من تزوير الجوازات الجديدة. في نفس الوقت بالنسبة للجوازات الآن بخصوص الستة أشخاص اللي تم القبض عليهم في مطار بنينا، أن هؤلاء الأشخاص أو جوازاتهم جوازات مسروقة من مصلحة أو قسم مصلحة
الجوازات في سرت. فنبغى نعرفوا آرائكم مستمعينا الكرام. ناخذوا فاصل ونرجع لكم، فابقوا معنا. الشأن الليبي على ليبيا FM. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الشأن الليبي، وكنا قد تحدثنا عن آخر المستجدات حول إيقاف 6 أشخاص أجانب يوم أمس بجوازات مزورة في مطار بنينة. وكان معنا أيضا في هذا الموضوع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد محمد التميمي. أيضا تحدثنا حول الضمانات في لعدم تزوير إصدار أو الجواز الجديد الإلكتروني، وقال إن من الصعب جدا تزوير الجواز الجديد. وأيضا بالنسبة للضمانات إن قال إن يجب حضور الشخص نفسه إلى مصلحة الجوازات لإصدار جواز جديد. أيضا قال في البصمة وضمانات أخرى، فمن الصعب جدا تزوير الجواز الجديد. وسنتحدث مستمعينا أيضا في محورنا الآخر عن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن النتائج المرحلية لبعض الدوائر الانتخابية. فننتظر كل اتصالاتكم على الرقم 0900 220 220، أو تقدروا تبعتوا رسائل نصية على 88 500، وبإذن الله تعالى حنحاول نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا اليوم، ونفتح المجال أيضا لكل اتصالاتكم في هذه الحلقة. في ما بين الرسائل النصية لو صرتنا عبر الاس ام اس على 88 500، في رسالة يسأل اللي يقول يا أخوي سالم نبغى نعرفوا شن قصة الناس اللي مسكوهم يوم أمس وشن تفاصيل الموضوع، فيا ريت أن توضحوا لنا أكثر. بالنسبة للتوضيحات نحن ننتظروا في الحكومة المؤقتة، لأن بالأمس أعلنت قالت نحن حنشوفوا أيضا حنعلنوا تفاصيل هذه القضية، ولكن إلى حد الآن ما فيش ولا مسؤول أعلن أو قال في تصريحه عن تفاصيل القضية. بالنسبة للتزوير احنا تحدثنا عن التزوير الجوازات، فبالنسبة لهذا الموضوع الجوازات أيضا للأشخاص اللي تم القبض عليهم يوم أمس، لاحظنا في تصريح لقسم العلاقات بمصلحة الجوازات والجنسية قالت أن الجوازات المزورة اللي تم القبض عليها أو ضبطت يوم أمس مع 6 أشخاص عرب، قال أنها تمت سرقتها من فرع جوازات سرت خلال فترة التحرير المدينة، يعني في سنة 2011، وأرقامها أيضا حتى أرقام التسلسلية قالت موجودة بالمنظومة. وأكدوا حتى قسم العلاقات أن تم تعطيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بفرع جوازات سرت بفعل فاعل، مما مكن المضبوطين من الدخول ومحاولة أيضا الفرار. نريد أن نعرف آرائكم مستمعينا الكرام أيضا حول هذه التصريحات. فيه أيضا رسالة وصلتنا اللي هي رقم 52 يقول السلام عليكم رسالة بالنسبة لمطار بنينة صدقني راهو ما فيهاش منظومة، ونقول أيضا للضيف العميد محمد تميمي أن الجوازات الجديدة راهو يمكن تزويرها. فإذا كان تسمع فينا نهاية رقم 52 يا ريت تبعتنا رسالة ثانية توضح لنا كيف يتم تزويرها، يعني نبغى نعرف الجواب منك. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم بالنسبة لمطار بنينة خلاص راح نغيروه احنا أهل بنغازي من مطار بنينة إلى مطار الوكواك لأن حالة مزرية للغاية. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم بالنسبة لمطار بنينة احنا نعرفوه كويس وأهالي بنغازي يعرفوه بالكامل، راهو من الناحية الأمنية ما فيش عادي يقدر واحد يهرب أي شيء، كلها ماشية بالواصلات، وهذا ما نلاحظوه في مطار بنينة. رسالة أخرى نهاية رقم 63 من عبد الله يقول يا أخوي سالم بالنسبة لي تصريحات نفي قطر ان هي تكون عندها ناس موجودة عندهم، وراو بالنسبة لقطر والله جميلة علينا واجد، لكن نقول ان عندنا هنا نعديت هنا خلاص. رسالة رقم 63. رسالة أخرى تقول ننتظر الحكومة المؤقتة وتصريحاتها حول تفاصيل هذه القضية، لأن هذا القضية كلنا نتكلموا عليها. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم صدقني راه في ناس والله بايعتها وربي إن شاء الله يصلح حال البلاد والعباد، وهم عارفين يقول يا أخوي سالم من يقتل ومن يزور ومن يخطف، لكن للأسف حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الرسالة وصلتنا من ميرونو، اسمها ميرونو، شكرا لك يا ميرونو. رسالة أخرى من فريد المجرش يقول إن شاء الله ربي يحفظ البلاد والعباد، إن شاء الله يا أخي فريد شكرا لك. أيضا في رسالة أخرى وصلتنا عبر الاس ام اس على 88 500، رسالة تقول يا أخوي سالم كل اللي ما يصير الآن والله صدقني راهو كلها تزوير والناس بايعة ضمائرها، سواء كان اللي يخدموا في مصلحة الجوازات ولا الناس اللي تزور كلهم يزوروا. هذه رسالة وصلتنا من يزيد القدورة، يزيد قدورة، شكرا لك يا أخي يزيد قدورة.
ايضا في رساله اخرى وصلتنا عبر الاس ام اس، رساله تقول يا اخوي سالم بالنسبه لتصريحات محمد التميمي صدقني راهي مش موجوده على ارض الواقع، ونعم من غدوه نقدر ندير جواز سفر جديد هي ممكن قصد هو الجواز الجديد ايضا. شكرا ليك. رساله اخرى تقول يا اخي سالم بالنسبه لي المغرب شن صار فيها؟ ليش دار التاشيره؟ بنعرف الجواب منك. بالنسبه لهذا الموضوع انا تحدثت حتى مع السيد محمد التميمي قبل الحلقه عن ما سبب فرض التاشيره فمن المغرب، فقال ان هي بعيدا وغير صحيح الكلام اللي صدر، وقال ان فيه راو على سب الجوازات وفي ناس مسكوهم عندهم جوازات مزوره وغيرها، فهذا الموضوع عاري عن الصحه تماما. هذا بالنسبه لي السيد محمد التميمي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية. ننتظر مستمعينا كل اتصالاتكم ونفتح المجال لكل اتصالاتكم على رقم 0900 220 220 أو تقدروا تبعتوا رسائل نصية على 88 500 وبإذن الله تعالى حنحاول نقرأ كل الرسائل يلي توصلني اليوم. أيضا بالنسبة لموضوع حلقتنا الآخر وهو عن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج المرحلية لبعض الدوائر الانتخابية، فقد أعلنت المفوضية الوطنية العليا عن هذه النتائج المرحلية في بعض المناطق لانتخابات الهيئة التأسيسية للدستور، والتي جاءت على النحو التالي. هذا بالنسبة لبعض النتائج. بالنسبة لدائرة الرئيسية طرابلس اللي هي الدائرة الفرعية الرابعة، المرشح الأول اللي هو ضوء المنصوري مسعود عون تحصل على عدد أصوات حوالي 3664 صوت. والدائرة الرئيسية في الزاوية اللي هي دائرة فرعية الأولى، المرشح الأول اللي هو السيد عبد الباسط الهادي أحمد النعاس تحصل على عدد الأصوات 7367 صوت. والدائرة الرئيسية بالنسبة لمصرات اللي هي الدائرة الفرعية الأولى، والمرشح الأول اللي هو السيد محمد عبد الرحمن عثمان بروين عدد الأصوات اللي هي 20764 صوت. الدائرة الفرعية الثالثة اللي هي المرشح الأول السيد محمد فرج محمد الزائدي عدد الأصوات اللي هو 4728 صوت. بالنسبة للدائرة الفرعية الرابعة اللي هو المرشح الأول محمد أحمد عبد الله تحصل على عدد الأصوات حوالي 2901 صوت. هذا بالنسبة لبعض النتائج المرحلية للدوائر الانتخابية في بعض المناطق لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وننتظر أيضا النتائج الأخرى. بالنسبة لتصريح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللي هو السيد نوري عبار، كشف يوم أمس عن اتصالات قال تجري مع كل من المؤتمر الوطني العام ووزارة الدفاع لتوفير الترتيبات الكفيلة بتأمين العملية الانتخابية لاختيار لجنة الستين في الدوائر التي علق فيها الاقتراع بمناطق مثل درنا والكفرة وباري يوم 26 من شهر الجاري. وإحنا تكلمنا على هذا الموضوع يوم أمس، وكان معنا أيضا حتى العقيد علي الشيخ المتحدث باسم رئاسة أركان، وتحدثنا عن كيفية تأمين، ما هي الآلية للتأمين وأيضا حماية المراكز الانتخابية اللي تم أو علقت في المدة الماضية. ولكن وفي يوم 26 حتى المفوضية قالت إنه يوم 26 اللي يوم الأربعاء الجاي حتستمر أو تستأنف العمل بهذه المناطق زي درنا وبعض المناطق الجنوبية وباري وغيرها. ولكن بالنسبة للكفر احنا استغربنا موجود الكفر هي تمت الانتخابات بالنسبة لتصريح نور العبار تم الانتخابات فيها، ولكن بالنسبة حتى لتصريح العبار قال ان في حال عدم تمكن من اتمام عملية الاقتراع بالدوائر المذكورة في اليوم المشار اليه فان تمت قرارا ستعلنه المفوضية في حينها. وقال اعلن ايضا العبار في المؤتمر الصحفي قال ان اتصالات أيضا تجري مع الأطراف الذين يطالبون بحقوقهم مثل الأمازيغ والتبو وبعض المناطق الأخرى للتوصل لصيغة يتم بها تجاوز الأزمة التي قد تلحق بالعملية الانتخابية. يعني هنا شيء كويس صراحة أن ما دام في اتصالات وفي فرصة أخرى للأطراف المكونات الأمازيغ والتبو أن ممكن حتى تحقيق مطالبهم بعض الشيء أو التوصل لاتفاقات معينة وأن هم يشاركوا في لجنة الستين، فهذه انتخابات لجنة الستين، فهذه شيء جيد وهذا ما نتمنوه كلنا صراحة. سنتحدث مستمعينا أيضا ونكملوا معاكم حتى تصريح سيد رئيس المفوضية سيد نور العبار بعد ما ناخذ اتصال من علي. السلام عليكم علي. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخوي علي. مرحبتين. الله يسلمك، تفضل يا علي مشاركتك. والله أنا بدي نقول أنا نسمع قصة الجوازات
والجوازات قبل ما يزورش جوازات جدد. انا الوالد متوفي من 2007 من غير لا، وتوا بعد الاحداث سوريين لاجئين بكتيبات عائله خضر بالسفر ورقم وطني. حيدير جواز الكتروني، كيف يقول ما يتزورش؟ جواز الكتروني طلعت انا عندي خويا طلع ببرا ما اعترفوش به، قولوا ما عندكمش دوله تو. يعني كيف يعني ما اعترفوش؟ الجوازات الالكترونيه لان تزوير حتى المصورات ما ينفعنش. كيف؟ هات انا امسح الجوازات طلع جواز، ما فيش جوازات الكترونيه. طيب علي نبي نسألك سؤال لو سمحت لي، نبي نسألك سؤال اخي علي، انت قلت الان ان في جوازات سفر جديده انها تم تزويرها، كيف؟ هل يا ريت انك توضح لي اكثر وكيف هذه؟ ما دام السوريين خشوا لاجئين وطلعوا جوازات سفر وطلعوا كتيبة عائله ورقم وطني، وهو ليبي وهو ادمي سوري مسكر، جاء تو اول مره يخش ليبيا بفلوس ب 5000 جنيه كتيب عائله ورقم وطني. هذا بالنسبه لجواز سفر جديد ولا قديم؟ لا الكتيب لما قال كتيب عائله ودير رقم وطني. انت تقصد على كتيب العائله وليس جواز سفر. لما يدير كتيب عائله وعنده رقم وطني غصبا عني وغصبا عنك حيطلع جواز الكتروني. لان عنده كتيب عائله وهو ليبي وهو سوري اصلا. ها كيف هذا التزوير؟ يعني انت تقول في تزوير في بالنسبه يقدر يطلع عائله في الرقم الوطني. طيب انت تقول يعني يقدر يطلع جواز سفر جديد مزور. يطلع انا بالرقم الالكتروني نعدي شخصيا، انا سوري وعندي كتيب عائله خضر ونعدي وبرقم الوطني ونطلع، من يقول لي لا؟ طيب تمام، شكرا لك يا اخي علي. ناخذ اتصال من سالم. السلام عليكم سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسلوبه اهلا وسهلا بك يا اخي سالم. علي قبلك قال ان قال ان يقدر اي شخص يطلع جواز سفر جديد ومزور وهو مش ليبي اصلا ما دام يقدر يطلع كتيب العائله ورقم وطني. والله هو سبقني على حاجه يا اخوي سالم قبل لا ننسى. في حالتين صار في تزوير الرقم الوطني. مره نسمع في العقيده عبد الله الزيدي اذا كان في امكانكم الاتصال به، عندها ارقامهم الوطنيه واحده اسمها حنا مش عارف من، فصارت ما نقولكش انها ما صارتش، لكن الفرق يا اخوي سالم توا ان التزوير حتى ولو كان حيكون في نطاق ضيق وسيكشف سريعا. اما في الاول العمليه هردميسه. لكن يا اخوي سالم انا في اعتقادي الشخصي بالنسبه لموضوع الجواز يعني اكاد اجزم مستحيل جدا موضوع التزوير، ولو كان حيكون في زاويه محصوره وبسيطه ويكشف بسرعه، لان نحن ليبيين ونعرف بعضنا، والذي يروج لهذا الموضوع انا نعرف الكثير منهم يعني الى ماذا يريدون ان يصلوا. يبي يوصلوا الراي العام الليبي في ان راه حتى الجواز هذا يتزور ورانا كيف يعني خلينا بمعنى اصح. طيب اخي سالم يعني سيد محمد التميمي رئيس مصلحة الجوازات الجنسية كان معنا أيضا قبل الفاصل، قال إن من الصعب جدا تزوير الجواز، أيضا لأن ليش في ضمانات، لأن أول حاجة ضروري ما يجي في حضور شخصي، ضروري ما يجي هو بروحه. ثاني حاجة حيبصم البصم وحنعرفه أيضا إذا كان هو ليبي ولا مش عارف منين حنعرفه، يعني في أكثر من ضمان يعني. في أكثر من معناته. وش قلت لك يا أخو سالم؟ أنا ما قلتلكش إن من السهل التزوير، لكن حتى ولو تم انا قناعتي انه مستحيل جدا التزوير، لكن اظن الناس هذه خدمتهم التزوير لليوم لامس. حتى ولو قلت لك يا اخوي سالم صارت حتصير في نطاق ضيق جدا وستكشف سريعا، لان موضوع الجواز الالكتروني يصور غادي يبصم غادي، وفي عضو تقريبا من مصلحه الاحوال المدنيه السجل المدني، وفي واحد من الجوازات، والشله الاولى كلها تقدر تقول حولت وجابوا الناس جدد ثقه. زي هو قال لك كلمه ثقه، يعني كلمة ثقة ركز عليها يا اخوي سالم، فيقعد من الصعب ولو صارت حيكشف صدقني واحد اثنين. فأنا زي ما قلت لك يا اخوي سالم الموضوع قضية يروج له من يسمونه بالعائدون اللي ما لهمش أرقام وطنية، وفي يعني نحن كليبيين نستصيغوها عادي زي الاغتيالات اللي في مدينة بنغازي ولا في مدينة درنا، فيكون موضوع التصوير عادي. انت مش تعرف ولا ما تعرفش يا اخوي سالم ان الذي لا يملك رقم وطني الان ما عادش يقدر يملك سياره تكون باسمه، ولو كانت ما تقعد طارقه نص ثياب، ولا عاد يقدر يدير كتيب عائله، ولا عاد يقدر يمشي. اللي عايد من مصر ما عادش يقدر يمشي لتونس لانه ما عنده جواز سفر، واللي عايد من تونس ما عادش يقدر يمشي مصر بجواز سفر، وحينداله جواز سفر البلاد اللي جاي منها، ويقعد الشامي شامي والبغدادي بغدادي. وزي ما قلت لك يا اخوي سالم حتى ولو صار تزوير فحيصير في نطاق ضيق جدا وسوف يكشف، وصدقني حتى غربل ونقول لهم هالارواحكم
الليبي ليبي واللي مش ليبي مش ليبي، وهذه البلاد اللي طيب اخي سالم فيها وكنتوا تمنعوا بصبر. نعم اخي سالم تسمع فيها؟ سالم للاسف فقدنا الاتصال من سالم. نتمنى يا سالم انك انت تعود اتصال بنا مره ثانيه. يعني بالنسبه حتى لموضوع ايقاف 6 اشخاص اجانب يوم امس في مطار بنينة يعني في ناس تقول لك والله بالنسبه للاشخاص هذول كيف داروا يتسالوا كيف داروا جوازاتهم، ومن اللي ليهم الجوازات هذول وهم مش ليبيين. هنا نلاحظوا ان كيف ما قلنا قسم العلاقات بمصلحه الجوازات والجنسيه قال ان بالنسبه للجوازات 6 اشخاص المزوره قال لنا هذين تم سرقتهم اصلا من فرع الجوازات في سرت، وعنده في حتى بالنسبه للارقام التسلسليه موجوده في المنظومه، وقال ان حتى المنظومه تم تعطيلها المده اللي فاتت بفعل الفاعل، وايضا حتى المضبوطين تم يعني فروا وغيرها، وهذه مشكله كبيره صراحه. ولكن السيد بالنسبه للسيد محمد تميم وضح لنا قال ان بالنسبه لهؤلاء الاشخاص او بالنسبه للمنظومه او الجوازات المسروقه قال ان هي معممه وموجوده عندنا بالكامل. ولكن السؤال يطرح نفسه بنفسه هنا بالنسبه لمطار بنينة، اذا كانت معممه جميع الجوازات، اذا كان شخص معين مثلا بيحاول ان هو يسافر بجواز سفر مصور، يعني هل هناك منظومه في مطار بنينة؟ هو اذا كان تم ادخال الرقم اكيد هو اكيد مليون % في منظومه يتم ادخال فيها رقم الجواز سفر تبين لك ان هي موجود الجواز سفر ام لا. فهنا في نفس الوقت من الصعب جدا ان حد يمر مرور الكرام من اي مطار في ليبيا، الا اذا كان في حد ناس متواطئين معاه ولا غيره او بيحاولوا يساعدوهم. نبي نعرفوا رايكم مستمعين الكرام. ايضا حنكملوا بالنسبه لمحورنا الاخر وتصريح سيد نوري العبار رئيس المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات عن بالنسبه للاتصالات الان اللي تجري بخصوص الاطراف اللي طالبوا بحقوقهم. حنحاولوا احنا نفصلوا هذا الموضوع اكثر واكثر، بس ناخذوا فاصل ونرجعوا لكم، فابقوا معنا. الشأن الليبي على ليبيا FM. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم الشأن الليبي، وكنا قد تحدثنا في محورنا الأول عن آخر مستجدات حول إيقاف 6 أشخاص أجانب يوم أمس بشأن الجوازات المزورة في مطار بنينة. وأيضا تحدثنا ولازلنا نتحدث عن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن النتائج المرحلية لبعض الدوائر الانتخابية. وكان أيضا حتى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد نوري العبار صرح قال أن في اتصالات الآن مع المؤتمر الوطني العام ووزارة الدفاع لتوفير الحماية وتأمين المراكز الانتخابية للدوائر اللي تم أو علقت فيها الاقتراع زي مدينة درنا وأيضا بعض المناطق الجنوبية، لأن يوم 26 يوم الأربعاء الجاي حيتم انتخاب من جديد. أيضا تحدث السيد عبار قال أن في حال عدم تمكن من إتمام عملية الاقتراع بالدوائر المذكورة فإن ثمة قرار ستعلن المفوضية في وقتها. أيضا تحدث السيد نوري العبار وأعلن في المؤتمر الصحفي قال أن في حتى اتصالات أخرى تجرى مع الأطراف الذين يطالبون بحقوقهم زي الأمازيغ والتبو وبعض المكونات الأخرى، وأيضا التوصل لصيغة يتم بها تجاوز الأزمة التي قد تلحق بالعملية الانتخابية. من جهة أخرى أيضا حتى كرر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دعوته لكافة المرشحين بالإسراع في تقديم تقاريرهم المالية وفق الموعد المحدد لذلك، وهو 7 أيام اعتبارا من بدء الاقتراع، وحذر بصدور قرار بشطب أي مرشح لم يقدم تقريره المالي حسب الموعد المحدد. من جهة أخرى مستمعينا الكرام بخصوص حتى تأمين المراكز الانتخابية سواء كانت في مدينة سبها أو في بعض المدن المنطقة الجنوبية، فقد عقدت أيضا حتى لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة اجتماع برئاسة سيد رئيس الحكومة وحضور أيضا حتى سيد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل والاتصالات والدفاع والكهرباء والخارجية وأيضا حتى وكيل وزارة الداخلية يوم أمس. وقد تناول حتى الاجتماع بحث الترتيبات المتخذة من قبل الحكومة لإنجاح انتخابات
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في المناطق التي لم تتمكن من إجراها يوم 20/2/2014 لأسباب أمنية، وهي زي ما قلنا المناطق الجنوبية زي أباري ومرزق وأيضا درنا، والمقرر تنظيمها يوم 26 من شهر فبراير الجاري. نريد أن نعرف آرائكم مستمعينا الكرام. نفتح الباب والمجال لكل اتصالاتكم على رقم 0900 220 220 أو تقدروا تبعتوا رسائل نصية على 88 500، وبإذن الله تعالى حنحاول نقرأ كل الرسائل يلي توصلني اليوم. في رسالة من محمد وصلتنا عبر الاس ام اس، رسالة نهاية رقم 22، محمد من مصراتة يقول نهني الفائزين وأيضا علي مدينتي الدكتور محمد بروين، وإن شاء الله ربي يوفق البلاد والعباد بإذن الله. شكرا لك محمد. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم المشكلة مش في تزوير الجواز، المشكلة اللي خاشين ليبيا شن بيدوروا فيها. هذه رسالة من أبو بكر الجزيري نهاية رقم 04. كيف ما قلنا يا بكر ننتظر التصريحات من الحكومة الرسمية وتفاصيل هذه القضية بالتحديد يا أخي بكر. شكرا لك. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم يرجى عدم الشك في العائدون المهجر، حيث يقول ليبيون الأحرار وكلمة مش واضحة هي بصراحة الرسالة نهاية رقم 89. والله نتمنى تعودها مرة ثانية. فرح البنغازية يقول أخي سالم ليبيا ساير فيها كيف الغسالة تبرم والشوائب كلها حتزول ويبقى بس نضيف، سيورها يقول تصفى وتنظف بإذن الله. شكرا لك يا فرح البنغازية. رسالة أخرى تقول اللي يبيع في طبرق ودرنا والبيضة والمرج بنغازي جدابي طبرس طرابلس وطبرق، يعني كيف اللي يصلح في الباب دارنهم. هذه رسالة رقم 74. رسالة أخرى تقول من قال مش حيزور الجواز جديد ما دام قعدوا يزوروا حتى في الرقم الوطني. هذه رسالة رقم 02. رسالة تقول أيضا تقول مرحبا أخوي سالم، يقول أنا كنت مسافر لما روحت من الأردن لبنغازي، لما دخلت مطار بنينة بالتحديد والله لا توجد منظومة يقول رايحة كيف سواق المواشي وخلاص. نهاية رقم 50. للأسف يعني احنا حنتكلموا على مطار بنينة بالتحديد، وحنحاولوا احنا نديروا حلقة كاملة على مطار بنينة والمشاكل اللي تواجه مطار بنينة. احنا نعرف مطار بنينة في مشاكل عديدة، سواء كان في تأمين، في المعاملة، في الواسطات، بالذات في المشاكل والفساد الإداري والمالي في المطارات بصفة عامة وفي ليبيا بصفة عامة، وبالتحديد أيضا حتى مطار بنينة لاحظنا حتى واسطات بشكل كبير جدا، والزحام والدوشة والمشاكل. حنتكلموا عليه بإذن الله تعالى عن مطار بنينة وحنخصوا حلقة على المطار. في رسالة تقول يا أخوي سالم والله أنا أعتقد أن قطر ملاش علاقة بأي لا بجوازات ولا بغيرها التي قال عليها الوكواك، لأن قطر في غناء عن أي تزوير الجنسية الليبية، وكنت بتخش ليبيا والله تخش لها بطريقتها الخاصة. رسالة نهاية رقم 68. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم لماذا لا يعرض الأشخاص على قناة ليبية؟ هذه رسالة نهاية رقم 04. احنا نستنى في التحقيقات هذه يعني بالنسبة للقنوات والإعلام بصفة عامة ليسوا بقضاء أو بتحقيق أو حتى بمحامين يدافعوا عن أشخاص معينة، ولكن هذه التحقيقات تخص بها مديرية الأمن والجهات المسؤولة. إذا كان انتهت التحقيقات وانتهى كل شيء فممكن إذا كان السلطات الليبية تريد أن تخرجهم على بعض القنوات فعادي يعني، لكن لا تستطيع أي قناة الاتصال ب أو خروج أي شخص آخر أن هي تعرض أشخاص مجرمين أو غيرها. شكرا لك على العموم. نهاية رقمك 04. فيه ناخذوا اتصال أو الكنترول قال ما زال ما فيش اتصال. نتمنى انك انت تعود تتصل بينا جديد. هو اللي بحر انقطاع الاتصال بينا، نتمنى اللي بحر انك انت تعود تتصل بينا مره ثانيه او معنا الاتصال اللي بحر. السلام عليكم اللي بحر. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا بك اللي بحر. انا هني الزوازات واللي صار في زي هذه حرب تحرير صرت في زوازات طبعا عند ناس مش امينه، فهمتوا؟ هذا جماعه في امورك في تحكم الدوله شوي، تطلع اليوم الدوله وبكره تقول لكم الدوله. هذه اسرار الدوله، هذه اسرار الدوله، مش داعي واحد يقول لك نزور واحد يقول الزوازات في من ناس نظاف يا راجل، حتمشي الامور احسن لاحسن. نعم. حتمشي الامور احسن يا راجل، فكونا من فتنه يا راجل ان شاء الله العظيم. انا اتمنى ان وزارات الصحه يغيروهم كلهم، فهمتوا؟ يغيروهم كلهم، وزاره الصحه والخارجيه يغيروهم، يديروا تشكيله. اتمناه من الوطن الوطني ولا بيحاول حاله، ولا من الناس اللي يحكموا جديات عنده وطنيه يا راجل. يحسوا بالناس، يحسوا بالليبيين يا اخوي سالم. هذه كلها دول فاضيه. وعدوا ناس، عدوا سرير، عدوا ناس
الناس تبع الدوله عاد وبارك الله فيهم حيفرضوها قصريه. في ناس شاقه بالناس يا تو فتنه ما تو تحل الدوله فيها ناس فيها دوله بلاد يا فكونا خلي الناس مرتبات الناس وفكونا من فتنه. نعم نعم شكرا لك يا اخي ليبي حر. نرجع مره ثانيه مستمعين للرسائل النصيه. هناك رسائل عديده جدا. رساله وصلتنا ايضا من ابو بكر الجزيري يقول يا اخوي سالم مطار بنينا مطار معروف انه هو مطار البرغتة والمنظومه مش شغاله وهذا اكيد. هذه رساله من ابو بكر الجزيري. رساله واحده ثانيه حتى هي وصلتنا يقول يا اخي سالم كل واحد يخاف من ربه والله يصدقني البلاد هيك اتهنا. شكرا لك. نهاية رقمك 52. رسالة أخرى تقول يا أخوي سالم بالنسبة للفساد الإداري والمالي والله ما هو تام في سنة ولا اثنين. هذا يحتاج لوقت كبير حتى من أيام معمر قدافي كان قاعد والفساد موجود من زمان. فهذه رأي مشكلة وثقافة ناس قبل ما تكون مشكلة وثقافة الحكومة. ناخذ اتصال من عبد الوهاب. السلام عليكم عبد الوهاب. مساء الخير يا استاذ. أهلا وسهلا بك أخي عبد الوهاب. تحية لك المستمعين. الله يسلمك. تفضل عبد الوهاب مشاركتك. يا استاذ سالم بالنسبه لمساله الجوازات المزوره انا لا اريد ان اتكلم عن هذه الحادثه بالذات، لكن هذه من تبرهن او تؤكد ان الفساد هذه مشكله عندنا، فساد مالي، فساد اداري، فساد قضائي، جميع مؤسسات الدوله بلا استثناء في السابق. هذا الفساد ينخر في العظم في مؤسسات الدوله في ليبيا. للاسف حتى على مستوى المواطنين في استجلاب عماله، في تهريب هجرة غير شرعية من يمشي بدون جوازات حتى في وسط البلاد هنا بين طرابلس وبين أي مدينة يدفع فلوسه ويطلع. هذه مشكلة كبيرة يعني محتاجة إلى سنين عدة لمكافحة هذا الفساد المالي والإداري. أيضا كارثة الفساد القضائي حتى هو هذا يمس الأرواح المشكلة لما وصلها الفساد. فبالتالي لا نستغرب هذا التزوير في أي مجال اختلاس او تهريب. فيه ازمه اخلاق فعلا المجتمع يعاني منها. لابد ان نعترف بهذا ولابد من الدوله يعني مع مرور الوقت وان شاء الله نقول انها برنامج مكافحه الفساد يريد مؤسسه لهذا المكافحه ووعي بالمواطنين وان هذه البلاد بلادهم لا يخربوها بايديهم. نلاحظ ايضا حتى السوريين من تحصل على كتيب على لاجئين مشكله يعني لا تستطيع الا ان للاسف يعني. نعم. المهم يا استاذ سالم هذه المساله الاولى. اما ما يخص انتخابات لجنه 60 ومفرزاتها نتمنى التوفيق فعلا للفائزين في هذه اللجنه. وبخصوص حقوق الامازيغ حتى لو قاطعوا الامازيغ او التبو او الطوارئ لجنه 60 هي هذه مرحله من بناء الدستور تسمى، ليست هي المرحله الاولى والنهائيه في نفس الوقت. يعني بناء الدستور يمر بعده مراحل. حتى لو قاطعوا الاخوه الامازيغ الانتخابات ممكن في عند طرح الدستور مثل ما قلت لك للاستفتاء نتمنى ان يكون طلباتهم تكون استجابوا لها يعني في اللجنه وحققوها. فبالتالي سيتم الاستفتاء ويتم التوافق وتنتهي هذه المشكله. اما بخصوص يا استاذ سالم دائما نسمع في كلمه ردوا فيها يعني نقولوا جميع مخابرات الدنيا تشتغل في ليبيا. انا لا اعلم ماذا تشتغل في ليبيا مخابرات الدنيا وكانها المفاعلات البريه والمصانع الاستراتيجيه اللي في ليبيا. لا تستاهل يعني حتى المصانع الاسلحه بجميع انواعها. يعني هذا الكلام بصراحه يعني انا حسب رايي نقول. لكن تدخل الدول في ليبيا فعلا تتدخل الدول من اجل مصالحها ومن اجل تنفيذ مصالحها، هذا لا شك فيه. لكن ما يدعوها للتدخل هو ان احنا اللي ندعو هذه الدول. لما يبدا شعب مستعد نتيجه شغب او هو يريد من يتدخل فيه فبالتالي يستغلوا امر هذا الشعب. تمام. فبالتالي بيدنا لا نقعد نتباكى ونقول تتدخل فينا الدوله هنا وهناك. هذا عيب فينا احنا من يكون يريد انه اداه في اي دوله ويبيع بلاده بارخص الاثمان من اجل مصلحته او من اجل منصب او من اجل سلطه. هذه كارثه كبيره. تمام. فبالتالي الازمه عبد الوهاب ازمه اخلاق يا استاذ سالم. نعم. تمام. شكرا لك يا اخي عبد الوهاب. نبغى نعطي فرصه بس لصقر بن غازي. السلام عليكم صقر بن غازي.
السلام عليكم اخوي احمد. اهلا وسهلا بك يا صقر بنغازي. شرفت والله وربي يحفظك ان شاء الله انت وكل الاذاعيين اللي في اذاعه ليبيا اف ام. الله يسلمك، تفضل يا صقر بنغازي ومشاركتك. يا اخويا سالم جددت فينا الوطنيه والله العلي العظيم جددتها فينا والله. الله يسلمك الله يسلمك. شرف لك انت وكل الاذاعيين وخصوصا خليفه العبيدي بقناه ليبيا اولا والجمعه السايح. ويا سالم بخصوص الجوازات. نعم. العيب مش في اللي واخذين الجوازات، العيب في الليبيين اللي اعطوا الجوازات. يعني حتى لو داروا اي اجراء واحد اخرى مش يوقف عند التزوير في التصاري. يعني انت يعني مع عبد الوهاب وغيرك يعني كلهم يقولوا محتاج لوقت يعني. تحتاج لوقت لان الوطنيه منزوعه منهم اصلا. وتحيه شرف لكل الرجال اللي يقولوا في كلمه الحق في وجه الظلم، اضم امثال دبوب وامثال المحيشي وامثال الشويهدي، وهذا شرف على رؤوس اهاليهم وتاج وربي يحفظهم طبعا. النقطة الثانية اخويا سالم نعطيك نقطة معلش. خصوص الوضع والتدهور الامني اللي في مدينة بنغازي، ضروري شباب ورجال مدينة بنغازي ينوضوا يصبوا يسقطوا الشرعية على المجلس المحلي الاخواني ويسحبوا الشرعية من اعضاء المؤتمر المنتخب من مدينة بنغازي بالواحد. بحيث انه يطلعوا بالكامل ماش اللي يطيح منهم والله يقعدوا كيف الهنود الحمر في امريكا، والله العلي العظيم يقعدوا القطريه والاماراتيه يقعدوا يتبع لهم. وحسبي الله في كل من باع ليبيا للاذلاء، الله يلعنهم والله يلعن اي ذيل للامارات وللاخوان. تمام. طيب شكرا لك صقر بنغازي. ناخذ اتصال من عطيه. السلام عليكم عطيه. السلام ورحمه الله. حالك اخوي سالم؟ اهلا وسهلا بك يا اخي عطيه. اخوي سالم نحييك ونحيي الشرفاء الليبيين. الله يسلمك، تفضل يا عطيه مشاركتك. الشرفاء بس يا اخوي سالم. نعم. يا اخوي سالم هذه ثقافه قديمه يا اخوي سالم، ثقافه قديمه من ايام الجيفه لدرجه ان في ناس مش كلها وبعضهم للاسف عدد قليل هم. الو اخوي سالم. نعم نسمع فيك يا عطيه. هم عدد بسيط يا اخوي سالم اللي مخربينها، يعني ثقافه التزوير هذه قديمه من زمان، يعتقد اللي يضيف الشباب. طيب عطيه شنو الحل يا عطيه للحد من هذه المشكله وهذه الظاهره، الفساد الاداري، الفساد المالي، التزوير الان، شنو الحل؟ نبوا حلول احنا. نقول لك يا اخوي سالم الحل من وجهه نظري انا، طبعا نحن اللي خلتنا بدنا ثوره عجيبه الكلام هذا. لو كان الجيفه كويس ومحترم نفسه وبين الدوله والله ما طلع عليه واحد يا اخوي سالم. احنا الواحد ما هوش راغب في حرب وراغب انه هو يراهن بحياته على حاجه يعني ممكن يصير منها ممكن لا، لكن ما ضربك على المر الا اللي امر منا. هذا اللي طلعنا عليه لان هذينا اصلا من قبل مستشفيات في المجتمع يا اخوي سالم. لكن وجهه نظري انا ان الشيوخ ان ائمه الجوامع عندهم دور كبير يا اخوي سالم في الفتره الاولى نتاع تحمل السلاح نتاع ضرب بالسلاح. لما تكلموا عليه الشيوخ لأئمة الجوامع والله نقص بشكل غير عادي. الميش اللي هو خط لوح جات فتره يا اخوي سالم تو بعد الثوره جات فتره قاعد يا اخوي سالم شو نقول لك حتى تعيد يمشي مدسه يطلب من باتا ميشه بدل ما يطلب منا مصروفه بشكل غير عادي. لما ائمه المساجد ركزوا على الموضوع هذا انقصت لاحظناها بشكل كبير. يعني ائمه المساجد لهم دور كبير في توعيه الناس بالنسبه للموضوع اللي هو التزوير هذا. الحاجه الثانيه يا اخوي سالم نتمنى من المؤتمر ومن الحكومه يسنوا قانون، مش مهم التطبيق نتاعها تو عارفين تطبيقها ما هو سهل، ولكن اقل شيء يسنوا قانون ويكون رادع يا اخوي سالم لاي شخص يزور اي وثيقه رسميه للدوله. ان شاء الله فاتوره نتاع حرس بلدي، ان شاء الله فاتوره قمامه يا اخوي سالم، ان شاء الله فاتوره قمامه طالعه من الدوله ومزوره يكون في قانون رادع يوصل عند الاعدام. لان يا اخوي سالم تو هذا اللي يزور باسبورته ولا يصور اجراء مرات يضرب الدولتين في بعض يا اخوي سالم. هذه مرات يسبب لنا مشاكل مع دول اخرى نحن في غنى عنها، يعني ما مش عارفين شنو حد. الله تمام عطيه. شكرا لك يا اخي عطيه. مستمعينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم، نبغى نعرفوا كل ارائكم ووجهه نظركم حول مواضيع حلقتنا اليوم. ناخذ فاصل ونرجع لكم فابقوا معنا. الشأن الليبي على ليبيا اف ام. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الشأن الليبي، ونشوفوا الرسائل النصيه قبل حتى ما ناخذ حتى مقدمات. في رساله وصلتنا من محمد بادي. محمد بادي يقول السلام عليكم اخوي سالم. في البدايه اترحم على من لقى حتفه في حادث اليم الطائره العسكريه، ان شاء الله ربي يوفق البلاد والعباد. بالنسبه للانتخابات يقول اتمنى ان يسير في امن وامان بالنسبه لي درنا وايضا بعض مناطق الجنوبيه، وان شاء الله هذا مصلحه الوطن والليبيين وربي يهني البلاد والعباد باذن الله. علي سمي ويقول يجب
أن يعلم الجميع أن الانتخابات للجنة الدستور بمتابعة الأمم المتحدة البند السابع، فلا يستطيع أحد المساس بها. هذا رسالة وصلتنا من علي اسماو. رسالة وصلتنا من بحر الغارق، يقول بحر الغارق: أخي سالم، الآن ساعة الحسم لقد بدأت ومعها أمل كل الليبيين، واتضحت الأمور أمام عيونهم بوجود خلايا متربصة في قلب الوطن لكي تنوض وتوعي لنفسها من يبيع في الوطن جوازات مزورة من أجل حفنة دولارات من الذي باع شرفه من أجل عقله المفقود. يقول: يا وطني، من الذي معك ومن الذي باعك في يوم ضعف فيه النفوس المريضة من أجل السراب في عقولهم. شكرا لك يا أخي بحر الغارق. رسالة أخرى أيضا وصلتني، يقول: فزاعة من الفزاعات، ولكن الشيء الذي يثلج الصدور أن لجنة انتخاب لجنة السين تسير بخطى ثابتة، والله أكبر ولله الحمد. رسالة أخرى وصلتنا من علي اسماو. رسالة من بالقاسم المنفي، يقول: أخي سالم، في البداية السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن ينقل الأشخاص الذين تم القبض عليهم بمطار بينا وبحوزتهم جوازات ليبيا أن ينقلوا إلى مدينة البيضاء حتى يبتعدوا عن الضغوطات في التحقيق ويصعب تهريبهم. هذه الرسالة وصلتنا من بالقاسم المنفي. شكرا لك يا أخي بالقاسم. رسالة أخرى وصلتنا أيضا، يقول: أخي سالم، أنا نعتبر أن هذه مسرحية من مسرحيات نوري العبار. هذه الرسالة نهاية رقم 27. رسالة أخرى تقول: أخي سالم، الأمريكان اللي مسكوهم في مصبراتها في الأيام الماضية قاعدين في أمريكا، والقطريين اللي مسكوهم في بنغازي بالكثير يومين وتسمع عليهم حتى هم موجودين في بلادهم. رسالة نهاية رقم 10. بالنسبة للأشخاص هم على حسب التصريحات الأخيرة من سيد عز الدين الكواك، قال أنهم في منهم قطريين وفي منهم سعوديين وفي منهم أيضا بحريين وفي منهم شخص تشادي. فنحاول أن نعرف تفاصيل أكثر من الحكومة، أن الحكومة ننتظر إلى حد الآن تصريحات والتفاصيل حول هذا الموضوع. رسالة أخرى تقول: أخوي سالم، اللي يقول لك أن أرقام الجوازات متسلسلة فهو عار عن الصحة. هذه رسالة رقم 57. رسالة أخرى تقول: أخوي سالم، المشكلة مش مشكلة في التزوير الجواز، المشكلة خاشين ليبيا شنو بيديروا. رسالة ثانية تقول: التزوير موجود من الدولة ومن السياسيين، يعني بقود سلاح يديروا شنو يبوا. بمكالمة واحدة يتم تحويل 2 مليون لمصر، ومش صعب التزوير للأسف. يقول ما فيش دولة والشعب راقد. هذه رسالة رقم 04. ناخذ اتصال من ابن بغازي. السلام عليكم ابن بغازي. مرحبتين، سلامة الله. أهلا وسهلا بك ابن بغازي. مرحبتين أخوي سالم. الله يسلمك. تفضل يا ابن بغازي مشاركتك. والله مشاركتنا توا الناس تطورت كيف خوتنا في دولة مصر الشقيقة والدول الأخرى المتقدمة. توا أي حاجة ضروري إلكتروني باش ما عادش فيه تزوير. جواز يقعد إلكتروني كويس. كتيب هذا خلينا منه، جواز البطاقات هني كل هذا شيء توا كل الناس كله إلكتروني. وهذا بالنسبة أيضا للجواز الجديد. السيد العميد محمد التميمي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية كان معنا في بداية الحلقة وقال لنا بالنسبة للجواز الجديد اللي هو الأزرق، هذا الجواز إلكتروني من الصعب جدا حتى تزويره، لأنه يتطلب الحضور الشخصي، يتطلب بصمة وبعض الضمانات الأخرى. نعم مضبوط يا أخوي سالم، هذا اللي صح. نحن نبوا حاجة تو نبوا نطوروا جواز إلكتروني، بطاقة إلكترونية كلها بشكل واحد ما عادش يعرف يزور. والكتيب العائلة بعد الدولة تدير فرز وتعرف الليبي من اللي مش من الليبي، واللي عنده تو رقم وطني هذا خلاص يعني يعتبر ليبي والله غالبا في عهد السابق يعني خلاص. لكن تو نبوا كل شيء بالالكتروني باش ما عادش حد يقدر انه يزور كيف الناس كيف الدول اللي برا. ومن خلال قناة ليبيا فم انا بنحيي ثوار الزنتان ونحيي المجهودات الزنتان اللي البادرة اللي داروها على المعاونات اللي الآن في كفرة، والله بارك الله فيهم، هذا مش غريب عليهم خوتنا الزنتان. ونحيي حتى القائد الميداني زياد بلعم لكتيبة عمر مختار، والله مشهود له ان شاء الله في ميزان حسناته، يعني بجديات يسعى الراجل هذا وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. باذن الله. شكرا لك يا اخي ابن بغازي. نسمع وجهة نظر ابراهيم. السلام عليكم ابراهيم. السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك اخوي ابراهيم. خير اخوي سالم. الله يسلمك بارك الله فيك. تفضل يا ابراهيم وجهة نظرك. والله وجهة نظري نحيي الناس الشرفاء اللي يلقوا قبض على الناس اللي مزورة الجوازات هذه وعرفوا مصدرها منين. هذه معناها خطوة كويسة. هو الآخر هو أخوي إبراهيم للمعلومة فقط، هو في آخر تصريحات قسم الجوازات فرع سرد قال أن هذه الجوازات ليست مزورة وإنما مسروقة من مصلحة الجوازات من بداية التحرير.
يعني هم عرفوا الطريقه، ان عرفوا مصدرها منين، يعني من سيرته مسروقه يعني بغض النظر. نعم. لكن نحييهم الناس الشرفاء. وثاني حاجه يا اخوي سالم معلش نبي نشارك، يعني هي الدوله والله ما شاء الله خيراتها ما شاء الله، قصدي وزياده المرتبات هذه يزيدوا وما يزيدوش، والقصه بتاع التزوير والسرقه هذه كلها من قله الفلوس، الناس تعاني من قله الفلوس صراحه يعني. قصدي فضروري ان من زياده المرتبات، ومش الناس يعني تتفرغ للشغل وتتفرغ للحاجات الكويسه، ما عادش يفكر انه يسرق، ما عادش. طيب هو بالنسبه لزياده المرتبات، هو الان من الصعب جدا زياده المرتبات، هو حتى المرتبات اصلا يعني يتاخر شهرين 3 شهور من قله الميزانيه في البلاد، لان نعرف احنا ان الاموال النفطيه مسكره لحد الان، وهذا الدخل الوحيد لليبيا. ما تعليق؟ والله يا اخوي سالم هو صراحه يعني شيء غريب، يعني ما تفهمش يعني باقي الاموال المجمده وين؟ الاموال الجمرك، الضرائب، قصدي في يعني البترول احنا مش عايشين عليه حتى من قبل، نحن فهمت؟ قصدي حتى ايام المقبور ما كناش نشوفوا فيه يعني فلوس البترول. ولحد الان ما فيش حاجه جديده صارت علينا صراحه. في ناس تبي تتجوز، في ناس عندها صغار، في ناس تبي تشتري سياره، قصدي في ناس واجد تعاني صراحه يعني. فضروري الدولة هيك هذه أولويات، أما تشوف راحة المواطن الليبي صراحة يعني ماديا وأمنيا، هذين الاثنين يتوفرن بإذن الله، الشعب الليبي تشوفه كيف يعيش في عز ورخاء يعني. بإذن الله. وإن شاء الله خير وإن شاء الله خير. شكرا لك يا أخي إبراهيم. ناخذ اتصال من ونيس. السلام عليكم ونيس. وعليكم السلام مرحبتين سلومة. أهلا وسهلا بك أخوي ونيس. الله يسلمك. شو الاخبار يا اخوي سالم؟ والله انا عندي كلمتين حاصلات في الروايه انا اللي بنقول لك على الهواء مباشره. تفضل يا اخوي ونيس. والله على موضوع الجوازات التصوير مطار بنينه هذا يا اخوي سالم عرفته. نعم. يا انا بنقول حاجه والله الله يا ليبيا وخلاص قسما بالله خبري بغداد وخلاص. يعني كلام المفروض ما يصيرش بكر الكلام هذا. هم المفروض ايش يديروا؟ هم تونا بنحكي عن الحكومه الراقده الدايخه اللي هاي 7 ايام والله شهر كم راقده. مفروض تتابع الموضوع هذا وتمسك خونه، في خونه هذول تمسكهم وتهزمهم في الميدان قدام الشعب. هذا موضوع مش سهل يا اخوي سالم عرفتهم. نعم. يعني ويرموا فيها يقول لك لا هذه من ايام التحرير ومن ايام سرت ومن ايام دفنجي، ما فيش الكلام هذا، كلام مش على روسنا. هذا في تزوير وفي مخابرات وفي كلام اكثر من هيك. مفروض يتابعوا الموضوع ويعدموهم الخونه الليبيه، اصلا في موضوع في ليبيه اصلا. في كل وقت وفي كل مكان. طيب اخي ونيس نسألك سؤال. بالامس جانا السؤال هذا وقاعد بصراحه في بالي لحد الان. يقول لك اذا كان مثلا لو افترضنا ان الجوازات هذه مزوره والاشخاص هذول 6 خرجوا من مطار بنينه وماشيين لتركيا زي ما قالوا، طيب ما هو لهجتهم واضحه، ما دام في واحد بحريني وواحد سعودي وواحد قطري والثاني تشادي، هل من المعقول ان هم يطلعوا من الجوازات من الغباء ان هم يطلعوا من المطار يعني بلهجات مختلفه، وواحد برغتي وواحد عبدلي وواحد مش عارف منين؟ مش معقول. مو يا اخوي سالم هذه اللي نحكي لك عليها، في عملاء في خونه ليبيه هم اللي دروا المجوزات وهم اللي طلعوا فيهم، وانا متاكد منها هذه 100%. هذه الثالث او كما 10 مره يخشوا ويطلعوا بالطريقه هذه عرفتهم. فيه يد من خوذه ليبيه، فيه يد هذه المفروض اليد نمسكها. هم العتب مش على السعوديه ولا القطريه، العتب مش عليهم. انا واحد من الناس، انا مواطن ليبي ما نعتبش عليهم اظن. عارف على من نعتب الدرجه على اخوي الليبي اللي العميل الخاين اللي يوصل الكلام هذا، هو اللي يدير فيه الكلام هذا نمسكه ونقعد في الميدان يا اخوي سالم. بس العمليه مش عمليه لا قطريه لا سعوديه لا شيء، عمليه ضحك وعمليه بيعين البلاد وما عندهمش وطنيه، وهذول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وخلاص. نعم. شكرا لك يا اخي ونيس. ناخذ اتصال من سالم. السلام عليكم سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلومة. أهلا وسهلا بك. نعم. يا سالم يعني أنا من وجهة نظري زي ما قال لك السيد محمد التميمي، من الصعب تزوير الجواز ولو كان فاني. فالمشكلة أنا نبيك تركز عليها أن التزوير في الرقم الوطني. إذا كان في تزوير في الرقم الوطني فلا حاجة للواحد أنه يزور في جواز السفر أصلا. يعني إذا بنا عنده رقم وطني ما فيش داعي انه هو يزور جواز سفر. وتزوير الرقم الوطني هذا موضوع خطير جدا يا سلومة. نتمنى انك انت تركز عليه وتقوم باتصالاتك باي احد من المسؤولين في السجل المدني، مصلحة الأحوال المدنية. نعم. في مصلحة الأحوال المدنية، ايوه تتصل به، لان في حالتين انا مرة استمعت الإذاعة المحلية ان في 2 واساميهم او ارقامهم الوطنية وهم مش ليبيين. زي ما قلت لك من بدري، وحده فيهم اسمها حنا مش عارف من، وراجلها بطرس مش عارف من.
وعندهم ارقام وطنيه وهم ليبي وعززنا الليبيين لكن مش ليبيين. لكن في المجمل يا اخوي سالم حتى اللي مزور رقم وطني وعنده رقم وطني وهو مش ليبي ينعرف. فانا نتمنى بالنسبه للموضوع الاثنين هذوما اساميهم وارقامهم وبرنامجهم وموضوعهم كله عند لو عندك رقم عبد الله الزيدي تقدر تتصل به، لان مره سمعت اتطرق لهذا الموضوع. الحاجه الاخرى يا اخوي سالم موضوع التاشيره اللي داروه لنا المغرب. يعني انا نستغرب يعني انا يعني نستغرب في الليبيين دوله زي مصر. انا لا اتكلم عن الشعب المصري، الشعب المصري شعب محترم وراقي. دوله زي مصر يا اخواننا دي يا ليبيين دايرين كم تاشيره دخول. نعم. انت ماشي لمصر ماشي يا عندك شغل غادي بضاعه، يا ماشي تقرا، يا ماشي سياحه. كانك ماشي تقرا الله غالب عليك كمل قرايت، كانك ماشي عمل الله غالب عليك. لكن اللي ماشي سياحه لمصر في دوله انت ماشي تصرف فيها فلوس ويديروا لك تاشيره للدخول، فانا شايف الموضوع حتى المغرب. فخلينا نرقوا شويه يا اخواننا يا جماعه الخير، دبينا الموضوع السهل وقالت الامور تمام وكذا. هني لما لا هني حتى كان واحد يمشي يدور يمشي لاوروبا، يعني ما بيساعدنا. يعني مصر تونس ما هو مصر رخيصه، بيقول لك يعني ليش نمشي لاوروبا ونصرف؟ نمشي لمصر خير. والله نقول لك حاجه يا اخوي سالم، رخيصه مقارنه بالعمله نتاعتنا بالعمله نتاعهم، لكن بالنسبه لسعر البضائع ولا شيء حتلقاها هي مقارنه بالدول الثانيه، يعني بل بالعكس ممكن يكونوا اغلى شويه. فانا ننظر فيها من ناحيه وطنيه، انا ندير للمصري اقامه يجيني لان المصري جاي يشتغل في ليبيا وبيستفيد وبيحول العمله الليبيه او عمله صعبه من هنا لمصر. لكن انت الليبي يا اخي داروا لك تاشيره، ما هيش تركيا يا جماعه، مع احترامنا للدوله المصريه طبعا يعني او الدوله المغربيه، ما هيش تركيا ولا هي المانيا ولا هي سويسرا انك انت تدير لي اقامه. فانا استغرب بصراحه نلقى الليبيين بالبوني قدام السفاره انت مالك قدام السفاره الالمانيه. طيب سالم انت ماشي المغرب يا سالم ولا لا؟ لا والله ما مشيت. لا عندك الحق ما تقول عليها مش دوله سياحيه. لا ما فهمتش. لا انا احكي لك قصدي مش دوله اوروبيه، يعني نقصد لك انها مش دوله اوروبيه. انا قبل نبي نمشي، لكن الوعز الوطني معلش انا مانيش شويه يا اخوي سالم في بلادي وليبيا ما هيش شويه. لما دوله عربيه كيف انت صحيح افضل مني شويه، لكن انت بينك درت تاشيره والاوروبيين داروا تاشيره، لا خلاص معناها نمشي لاوروبا يا اخي. والمغرب غاليه يا اخوي سالم والله مش هيك، انا ما مشيت لهاش ونبي نمشي لها. فمن وعز وطني توجعني في خاطر انا ماشي نصرف فلوس عندك تمام واديني تاشيره اخرى. تمام سالم، شكرا لك يا اخي سالم. ناخذ اتصال من ليبي حر. السلام عليكم ليبي حر. اتمنى الوزير يعطوهم حقوقهم ويخشوا انتخابات. نعم بالنسبه لمزيغ واتبعوا، مش لمزيغ بس هم مقاطعين الانتخابات. اتبعوا في ليبيين اتبعوا معروفين يا راجل، قاعد عاشوا معانا معروفين يا راجل، غير فتنه فكونا بالفتنه بس. كل شيء ماشي اقسم بالله، كل شيء ماشي عند ربك يا راجل. نعم كل شيء ماشي والله، حتى ربك تاع الجوازات هذه عند ربك فضحهم، كل شيء يفضح فيهم ربك ما تخافوش ماشي عند ربي يا راجل. في ناس غير نزلوا الناس عاطين حقوقهم بس، واعطوا الناس مرتبات اللي فلوس وقالت الحمد لله، وزي جدران وزي جماعتهم يبوا الكذا يبوا حقوق، جيبوا الكذا ووروا كل شيء. نبوا جديات، ما نبوش دوك، ملينا من الدوه يا اخي سالم. انت بروحك مليت من الدوه يا راجل. 40 شكلك 40 سنه شو بتحكي انت يا سالم؟ نعم ليبيا حر. الله اكبر يا ليبيا يا حره. شكرا لك يا اخي ليبي حر. نرجع مره ثانيه مستمعين نشوفوا الرسائل النصيه وجهه نظري وصلتنا عبر الاس ام اس. رساله تقول: ما حاجه قطر ان ترسل افراد الى بنغازي ليغادروها بجوازات سفر مزوره ليبيه صحبه مبلغ من العمله المحليه التي لا تفيد احد في الخارج. تقول: مرشفون يكتبون في الفيس والسدش يصدقون ويحتاجون والكثير يضحكون من هذه البلهه. الرساله نهايه رقم 65. رسالة من أحمد حجابة يقول: السلام عليكم أخوي سالم، بالنسبة للأجانب الذين قبضوا عليهم يجب التحقيق معهم ومن ورائهم وما أهدافهم وحفظ الله ليبيا. شكرا لك يا أخي أحمد حجابة. ناخذ اتصال من محمد. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام يا أخوي سالم، نهارك مبروك. أهلا وسهلا بك يا أخي محمد. نعرف ضيقة الوقت يا أستاذ سالم. نعم تفضل محمد، لك دقيقتين. بارك الله فيك، لا أقل من دقيقتين إن شاء الله. يا أخوي سالم، طبعا فيما يخص الجوازات المزورة كل الكلام الناس اللي زورت والناس اللي خانت كلها على جنب. اللوم الكبير على مفتي الديار. لماذا؟ بالله عليك مفتي الديار يطلع يصرح ويقول اخوانكم القطريه والسعوديه يا اهل بنغازي هذوم ضيوف عليك. لا اخي محمد، نعم اخي محمد للتصليح يعني تصليح فقط هذا الخبر. نعم. هناك يوم امس اعلنت فقط دار الافتاء الليبيه ان هذا التصريح عاري عن الصحه ولم يصدر من الشيخ مفتي الديار يعني الشيخ صادق غرياني، وتحدثت ايضا حتى عن هذا الاعلان يعني قبل قليل. يعني هذا خبر عن الصحه تماما يعني.
ما عادش عرفنا نحن هذه جميع القنوات الليبيه عن هذا الخبر. للاسف الكل يستقبل الخبر من مصادر ليس من مصادر دار الافتاء نفسها يعني. نعم. وفيما يخص باقي الجانب الثاني فيما يخص الجوازات، بالله عليك يا استاذ سالم، نحن هنا في بنغازي كل شعب بنغازي يسمع فيها الكلام هذا. الليبيين الاصليين اللي بالارقام الوطنيه دائما يعانوا من مشكله نقص الخامه في الجوازات بنغازي. بالله عليك، واي شخص مريض من بنغازي يعني يريد السفر الى دوله عربيه او اوروبيه للعلاج، والله يا استاذ سالم ليس بمقدوره رفع 5000 دينار. الجماعه اليوم بالله عليك 180 الف دينار، يعني بالله عليك يعني والله يعني اللي وصلت هالحاله يعني ما خفي كان اعظم. اكيد الالاف المؤلفه هناك جوازات يعني. فهمت علي؟ وان شاء الله خير نقولوا ويبدو. نعم نقول ان شاء الله خير يا باذن الله تعالى. شكرا لك يا اخي محمد. مستمعينا الكرام اللي بنوه على نقطه معينه، يعني يا ريت نحن اي خبر نسمعوه ضروري احنا نتاكدوا الاول ونشوفوا. بدايه نتحدث ونوجه كلامي ايضا للناس اللي يكتبوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي سواء عن فيسبوك او تويتر، ينقلوا في الاخبار هكذا وخلاص بدون مصدر وبدون ايضا يعني تثبت من الخبر، وهذه مشكله كبيره والله صراحه، تسبب مشاكل وتسبب فتن وتسبب مشاكل كبيره صراحه. ف طبعا ناخذ اتصال بس الاسم غير واضح. السلام عليكم. الو السلام عليكم. لا ما فيش اتصال، قال لي الكنترول. ايضا مستمعينا يعني بخصوص هذا الموضوع والاشاعات، فهذه الاشاعات صراحه يعني بالوقت الحالي في ليبيا الاشاعه تنتشر يعني بشكل كبير جدا، والناس تصدق للاسف على طول، لان الوضع في ازمه وحق لهم الناس تصدق، لان ايضا يعني كلام من هنا وهناك، تصريحات غريبه من هنا وهنا، فمشكله كبيره سبب. فيا ريت ان احنا نثبتوا بس من الخبر قبل كل شيء. يعني بالامس اول ما شفت الخبر او ما شفت التصريح بتاع مفتي الديار، فصراحه استغربت من اول من التصريح وقلت يعني اكيد مش لشيخ صدغر يعني. فلما ممكن ساعه او اثنين فنشرت عبر موقعها الرسمي ان هو هذا الخبر عن الصحه، وهذا يعني مش لخبر الشيخ صدغر يعني. فهذا ليش يعني ضروري نتاكد فقط من كل الاخبار، هذه اهم شيء. ان شاء الله ربي يحفظ ليبيا بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وكنا قد تحدثنا في بداية الحلقة عن آخر مستجدات حول إيقاف 6 أشخاص أجانب يوم أمس بجوازات مزورة في مطار بنينة. تحدثنا أيضا في محورنا الآخر عن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن النتائج المرحلية لبعض الدوائر الانتخابية. إن شاء الله ربي يوفق لجنة ال60 بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشأن الليبي على ليبيا FM.